أهلا بكم. ساعات قليلة وتحتفل الدولة المصرية بذكرى ثورة 25 يناير المجيدة. ساعات قليلة وتحتفل مصر بانتصارات الشرطة المصرية اللي حافظت على استقرار البلد لأكثر من 70 سنة. بنقول لكل ضابط وجندي في الشرطة المصرية كل سنة وانتم طيبين، وعلى أرض الوطن واستقرار مصر محافظين. الشرطة مع الجيش ولاد الشعب، والشعب المصري متيم بحب الوطن، والجميع يعلم بأنه أغلى من الوطن مفيش، وحب المصريين للوطن ما بينتهيش. جماعة الإخوان المسلمين بتسعى لزعزعة الاستقرار والأمن في البلاد وتدعو للفوضى في 25 يناير. 25 يناير كلها ساعات وتحتفل مصر ب 25 يناير، وبتستغل جماعة الإخوان المسلمين احتفالات الدولة المصرية بهذه الذكرى وبتدعو لزعزعة استقرار البلاد. الداخلية المصرية بتضبط 2 مليار، اسمع معايا الرقم، 2 مليار و400 مليون جنيه مع عناصر إخوانية خصصت هذه الأموال للفوضى في 25 يناير. 2 مليار و400 مليون جنيه الأموال دي خصصت للفوضى وزعزعة استقرار البلاد في 25 يناير. الإخوان المسلمين بيرددوا الشائعات دائما وأبدا وباستمرار من أجل زعزعة استقرار البلاد. السكريبت الجديد اللي شغالين عليه بينقلوا خيرنا لغيرنا، فقراء مصر أولى. بينقلوا خيرنا لغيرنا، فقراء مصر أولى. الكلام ده مخصص علشان مصر ومساعدات الدولة المصرية لغزة. مش عاجبهم السيسي قفل معبر رفح، بيقولوا عليه صهيوني وعميل وبيدمر أهالي القطاع. السيسي فتح معبر رفح، بيقولوا عليه بياخد خيرنا وأكل وقوت عيالنا وبيديه في غزة. مش عاجبهم كده السيسي مش عاجبهم. المساعدات دي يا جماعة، المساعدات دي مصرية خالصة. مصر أعطت لقطاع غزة السنة دي آلاف الشاحنات من المساعدات الغذائية، البطاطين، الحفة، 60,000 كرفان و200,000 خيمة. مساعدات كتيرة من الدولة المصرية ومواد غذائية كتير خصصتها الدولة المصرية. يا جماعة المساعدات دي اللي بيتبرع بها الفقراء في مصر، مش الميسورين، الفقراء من كافة ربوع البلاد، من كافة القرى في كافة محافظات مصر. عندنا في محافظة الدقهلية قرية واحدة تتبع لمركز طلخة اسمها قرية كوجر. القرية دي اتبرعت ب6 شاحنات مواد غذائية وبطاطين والحفة. قرية واحدة بتطلع 6 شاحنات. أيضا قرية برقين بمركز السنبلاوين دقهلية 9 شاحنات. يا جماعة مصر دي أرض الخير، مصر بلد الخير. مصر قدرها إن هي كبيرة، مصر قدرها إن هي كبيرة، والكبير لازم يستحمل، والكبير يكون قد المسؤولية. والدولة المصرية في كل المواقف وفي كل المناسبات قد المسؤولية. يا جماعة مصر بلد الخير، مصر دي دولة كبيرة قوي وهتثبت للعالم كله بعد ساعات قليلة. بعد ساعات قليلة في 25 يناير هتثبت للعالم كله إن المصريين كلهم على قلب رجل واحد. هنثبت للعالم كله إن المصريين كلهم خلف القيادة السياسية. 25 يناير هيكون درس قاسي للإخوان المتأسلمين. 25 يناير هنخليهم عرة أمام العالم كله. 25 يناير هتبان قيمة الإخوان المتأسلمين الحقيقية. في 25 يناير هيبان المرتزقة
والمأجورين اللي عاوزين يحطموا الوطن ويحطموا المواطنين. يا جماعة إن شاء الله مصر تحتفل بذكرى 25 يناير، وكلنا عارفين إن الدولة المصرية مستهدفة، لكن الدولة المصرية قدها وقدود، وقيادات الدولة المصرية قدها وقدود، قادرين يحموا الوطن داخل وخارج الحدود، قادرين يحموا الوطن ومقدرات الوطن. يا جماعة مصر دولة كبيرة قوي، مصر دولة كبيرة قوي، واللي ما يعرفش احنا هنعرفه، واللي ما يعرفش احنا هنعرفه مين هي مصر ومين هم قيادات الدولة المصرية. كل الشكر والتحية.